تداول ناشطون خلال الساعات الماضية أنباء عن إيقاف مسلسل ماء الذهب بعد مرافعات قام بها كاتب يدعى نجيب، متهما منتجي المسلسل بسرقة فكرة ومضمون المسلسل من روايته العرش، مضيفا بأنه اتخذ إجراءات قانونية بما فيها تواصل مؤكد مع يوتيوب بحسب شركة الإنتاج ومخرج العمل. فكرة مسلسل ماء الذهب مستوحاة من رواية للكاتب اليمني المعروف وجدي الأهدل بعد مراجعة سيناريوها من الناقد اليمني قائد غيلان، بينما الكاتب نجيب يدعي فكرته وروايته. ومن جهة أخرى وردت أخبار تتحدث عن فكرة المسلسل المهمة التي ستبدأ بالظهور بعد الحلقة 16، ولكن شركة دوت نوشن ملكة العمل أعلنت اليوم عن انتهاء الجزء الأول للمسلسل مع إشارة للموسم الثاني، وهذا أثار موجة واسعة من التساؤلات في الوسط العام عن أسباب التوقف وصحة دعاوي السرقة. برأيك أيها المشاهد، هل حقا تم سرقة فكرة العمل أم لا؟ وما هو سبب توقف المسلسل لذلك؟